جيد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكل يعلم والكل متفق أن دين الإسلام هو دين متكامل ومنظومة متكاملة، ولكن أهل السنة هنا سقطوا، يعني يجعلون النبي صلى الله عليه وآله علم المسلمين كل تفاصيل الدين، حتى الذهاب إلى الخلاء وإلى الأكل وإلى المسجد والخروج من المسجد والدخول إلى كذا، وعند النوم وعند الجلوس من النوم وعند التعقيبات بعد الصلاة، وكل هذه التفاصيل الدقيقة، وحينما يأتي الزوج زوجته، وحينما يتزوج، وحينما يصعد الفرس، وكل هذه الأمور التفاصيل الدقيقة نقول أنها معجزة الإسلام وأنها دلالة عظيمة على صحة الإسلام. ولكن في أعظم مسألة هم تركوها هكذا، أن النبي صلى الله عليه وآله لم يعبأ بها ولم يذكر لأمته ما يكون من بعده في أعظم مسألة، وهي الإمامة العظمى. يقولون أن الإمام الأعظم يجب أن يكون شنو؟ خليفة لرسول الله. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها جعل من الله، لأن الله قال إني جاعلك للناس إماما، إني جاعل في الأرض خليفة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله كما في البخاري: ما بعث الله من رسول ولا استخلف من خليفة، اسمعوا جيدا يا مسلمين، ولا استخلف من خليفة قرنه ببعثه للرسل، حينما قلنا أنها لطف، أن الإمام لطف وامتداد للنبوة، تضحكون علينا. ولكن هذا البخاري يقول: ما بعث الله من رسول ولا استخلف من خليفة إلا جعل له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. والمعصوم من عصم الله تعالى. إذن عصمة هؤلاء الخلفاء كعصمة هؤلاء الأنبياء، أن الله سبحانه وتعالى هو عاصمهم، لأنه هو جاعلهم وهو أعلم بهم. زين، حينما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله إن هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان، أين هذا الأمر عندكم؟ أين هذا الحديث؟ هذا الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، لماذا لا تطبقون هذه الأحاديث؟ هذه حديثين. زين، حينما يدعي الشيخ الوصابي أنه يؤمن بإمامة علي ولكنه ينقض علينا مذهبنا لأننا لا نستطيع إثباته، نقول له النبي صلى الله عليه وآله ذكر الأئمة الاثني عشر. قال مسروق: كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود وهو يقرئنا القرآن، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، هل سألتم رسول الله كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ يملك ولي كل مؤمن من بعدي، من كنت مولاه فعلي مولاه. أشكرك شكرا جزيلا شيخ حميد. شيخ خالد، يعني ملخص حديث الشيخ حميد يعني أن القرآن الكريم ما ترك شيء إلا وذكره، واستدل أيضا بإني جاعلك للناس إماما. تفضل يا شيخ. جميل جدا. هو يقول الإسلام دين متكامل، جميل، وهذا كلام رائع جدا. أنا أسألك يا شيخ حميد، أنت أمس لما سألتك من يحكمك الآن في عصر الغيبة، قلت لا يوجد عندك حاكم. السؤال: هل الإسلام في دين الشيعة ونظر الشيعة وضع نظاما للحكم في ظل غياب المهدي أم لا؟ تفضل. موجود. أنا قلت لا يحكمني سياسيا، لا يحكمني سياسيا. كإسلام الآن هل الإسلام وضع نظاما للحكم أن يمارس الحكم في ظل غياب المعصوم أم لا؟ تفضل هات. نعم موجود، الحاكم الشرعي يحكم. ما هو نظام الدليل؟ ايه الدليل؟ دين الشيعة ثواب الولاية العامة والولاية الخاصة. الحاكم الشرعي بالولاية العامة والخاصة. لا من هو الحاكم الشرعي؟ الإمام المنصوص عليه ولا غيره؟ شلون؟ الإمام المنصوص عليه ولا غيره؟ لا، الإمام المعصوم هو يجعل، كما جعل أمير المؤمنين ورسول الله بعث الولاة إلى المدن وإلى الدول، متصل بالناس ويرفعون إليه شكاويهم ويقيم الحدود ويطبق الشريعة في ظل غياب المهدي. هل وضع الإسلام في دين الشيعة نظاما لهذا الحكم أم لا؟ تفضل. كلامنا واضح، لا تلتف عليه. إذا الشيخ حميد البغدادي يعرف أن دين الإسلام في نظر الشيعة ليس له نظام في عهد الغيبة، وأنه ترك الناس ليس موضوعنا عصر الغيبة، ليس ولم موضوعنا. تسلم لهم شخصا، صح؟ ليس موضوعنا. هل الإسلام جاء لفترة ما بعد النبي فقط أم جاء إلى يوم القيامة؟ تفضل. بابا إلى يوم القيامة، لا تهرب. هل الآن عصر الغيبة هو 1000 سنة قبل يوم القيامة؟ هل عندكم في برنامجكم الشيعي وفي العقيدة الشيعية أن الإسلام وضع لكم في ظل غياب المعصوم والمنصوص عليه نظاما للحكم أم لا؟ تفضل. عمي موجود، بس مو كلامنا الآن تمام. قل لي ما هو. بحثنا في ولاية علي بن أبي طالب والأئمة الاثني عشر. لا تهرب، لا تلعب. دين صالح إلى يوم القيامة، وأن الإسلام وضع نظاما متكاملا للحكم من بعد النبي فقط إلى عصر الغيبة، وانتهى الإسلام وانتهى التنصيب وانتهى نظام الحكم. السؤال الثاني: